وفي مرة كده من المرات نزل اجازة، وفي اليوم ده انا كنت قاعدة لوحدي بالليل. كنت قاعدة بذاكر، وماما وبابا للأسف ما كانوش موجودين في البيت، كانوا مسافرين عند اهل بابا هناك في الفلاحين، وده علشان يحضروا فرح ابن عمي. في الليلة دي بعد ما حسام جاب شوية لقيته النور قطع. اهلا بيكم يا احلى متابعين. انا اسمي نانسي، عندي 23 سنة. انا في تالتة كلية، بس انا يعني عدت سنة تانية من الكلية علشان كان عندي مشاكل. انا اتولدت واتربيت في اسرة متوسطة جدا. امي وابويا بيشتغلوا موظفين، وانا بنتهم الصغيرة، اصغر واحدة عندهم يعني اخر العنقود. هما خلفوني بعد 3 ولاد كبار. اخواتي الكبار خلصوا الكليات بتاعتهم على خير، وفيهم 2 اشتغلوا كويس واتجوزوا واستقلوا بحياتهم تماما، وربنا يعين كل واحد فيهم على شغله. بيشتغلوا صبح وليل، وطبعا بيشتغلوا الصبح وشغلهم كمان بعد الظهر علشان يقدروا يكفوا مصاريف البيوت وكده. واخواتي دول على طول بيجولنا زيارات، يعني بيبقى كل اسبوع مرة ولا كل اسبوعين، وربنا يعينهم على اللي وراهم ويحمي ولادهم واخواتي. اخواتي الاتنين الكبار دول عكس اخويا التالت كام تماما. اخويا التالت ده اسمه حسام، هو خلص الدراسة ودخل الجيش، لكن هو لسه لحد دلوقتي في الجيش. هو طول عمره كان بيعرف بنات، وكان مصدر تعب كبير قوي لينا كلنا. كل شوية يعرف بنت ويوعدها بالجواز، وبعد فترة بيسيبها، وأهلها بقى بيعرفوا بيعملوا مشاكل ويعملوا دوشة، ويجوا عندنا في البيت ويعملوا مشاكل. وممكن مثلا يعرف واحدة متجوزة وجوزها يشوفها معاه ويدخل معاهم في خلافات ومشاكل كبيرة جدا، والمشاكل دي ملهاش أول من الآخر. ده كمان كان ممكن يعرف أكتر من واحدة في نفس الوقت، مع إنه لسه مش جاهز للجواز، ولا عنده فلوس، ولا كمان عنده إمكانيات مادية كويسة تخليه يعني يعرف يجيب شقة أو يجيب عفش. وماما وبابا دايما مدلعينه، ودايما على طول بيصدوا وراه أي مشكلة يعملها. كل ما يعمل مشكلة يحاولوا يطلعوه منها يعني. بابا كان بيحاول كتير يمنع عنه المصروف علشان يعلمه الأدب، وكان بينصحه كتير إنه يتغير، بس برضه ما كانش بيتغير وكان عنيد. لحد ما دخل الجيش، وقلنا خلاص بقى هنرتاح منه ومن المشاكل اللي بيعملها، لكن مفيش فايدة. احنا توقعنا ان مفيش حاجة هتربيه وتخليه يتعدل إلى الجيش، لكن هو دخل الجيش من هنا وبقى ينزل اجازات كتير، لكن للأسف فضل زي ما هو، مفيش أي حاجة اتغيرت فيه تماما. لكن أنا بقى في الأول أنا كنت عايشة مع أبويا وأمي في بيتنا لحد ما بقى عندي 21 سنة، وكنت مخطوبة لجاري اللي بحبه وبيحبني بقالنا سنين، واتجوزنا على خير من سنة. بس هو كان الولد الوحيد عند مامته، وعلشان هي ما عندهاش أي ولاد غيره، وكمان ما عندهاش غير بنت واحدة، فصممت ان احنا نتجوز ونعيش معاها، لان بنتها اللي كانت عندها كانت متجوزة وما بتجيلهاش غير كل فين وفين. فصممت ان ابنها الوحيد لازم يعيش معاها في شقتها، رغم ان في الوقت ده كنت انا كمان لسه ما خلصتش الدراسة بتاعتي. لكن اهلي بقى خلاص وافقوا وقالوا لي بخلصي براحتك بقى، وانتي في بيت جوزك وانتي متجوزة وبراحتك. ولما اتجوزت كنت عايشة معاه ومع امه. ابوه طبعا الله يرحمه كان متوفي من زمان، وحماتي بقى كانت عيبها ان هي مركزة في كل تفاصيل حياتنا، وكانت بتتدخل دايما في كل صغيرة وكل كبيرة، وكانت بتتدخل في حياتنا بطريقة بتضايقني جدا. بس انا هو يعني كنت بحاول ان انا امشي اموري واعديها وخلاص. وبعد بقى ما عدى على جوازنا كده كام شهر وما حصلش حمل، حماتي اخدتني للدكتور بتاعها علشان تعرف ايه هو سبب تأخر الحمل. انا طبعا اتفاجئت من الدكتور، واتفاجئت اسوأ مفاجأة في حياتي، وهي ان انا للأسف اتولدت وعندي مشكلة، والمشكلة دي هتخليني مستحيل اخلف. وكنا بقى علشان نتأكد من كل الكلام اللي الدكاترة بيقولوه ده كنا بنقعد نلف على دكاترة، ورحنا لأكتر من دكتور، وعملت كذا تحليل وفحوصات كتيرة جدا، لكن للأسف اتأكدنا ان كلمة الدكتور الأولانية صح. وقتها بقى حماتي عملت وقفة مع ابنها وقعدت تسلطه عليا، وقالت له كفاية قوي لحد كده، وكفاية بقى ان انت اتجوزتها وخلاص على كده، انت لازم تطلقها وتتجوز واحدة تانية علشان تخلف منها، وبلاش يا ابني تضيع وقتك مع واحدة زي دي. وكانت دايما بتقويها عليا، وقالت له انت لو ما طلقتهاش دلوقتي هتطلقها بعدين لما تشتاق لخلفة الولاد، فما فيش داعي بقى انك تضيع كام سنة من عمرك.
وتقعد جنبها. وللأسف بقى أنا جوزي ما كانش عنده أي شخصية، كان دايما شخصيته ضعيفة قدام أمه، وكان بيسمع كلامها في كل حاجة، تقوله يمين يروح يمين، تقوله شمال يروح شمال، وكان مطيع ليها جدا بطريقة غريبة. والطريقة دي ضايقتني أساسا، وكانت بتخليه حميان عليا طول الوقت. تقريبا هي اللي عشان لأنها بتصرف علينا يعني، لأنها كان معاها فلوس لما كان زوجها متوفي، وكان كاتب لها كل حاجة ليها يعني، كان كاتب لها أرض باسمها، وكان كاتب لها العمارة باسمها، فطبعا كل حاجة علشان باسم حماتي، فهي اللي كان معاها الفلوس، وهي اللي كانت بتصرف على طول عليا وعلى جوزي وعلى البيت. فطبعا ما كانش بيقدر يقول لها لأ على أي حاجة تطلبها. وفعلا سمع كلامها وطلقني، واتطلقت بعد شهور قليلة جدا من جوازنا، ورجعت أعيش تاني مع أهلي في الشقة. وكنت ساعتها حزينة قوي ومقهورة على الحال اللي أنا وصلت ليه، وحالي كان أصعب حاجة حصلت لي في حياتي. وسقطت طبعا في الكلية في الفترة دي، وعدت السنة. أمي بقى وأبويا وقتها هما اللي وقفوا جنبي، وقالوا لي مش مشكلة، لو ربنا حرمك من نعمة الخلفة أكيد ربنا هيعوضك وهيرضيكي في حاجة تانية، ومش مشكلة، ارضي بقضاء ربنا وقدره، واخرجي من أزمة الطلاق دي وعيشي حياتك عادي جدا. وانا بقى سمعت كلامهم، ورضيت بالامر الواقع، ورضيت بربنا قاسمهولي، وبقيت على طول مركزة في مذاكراتي في الكلية. وبقى الهدف اللي عندي ان انا اخلص الكلية بتاعتي دي على خير، وانجح كمان، واجيب مجموع كويس، واشتغل شغلانة كويسة. انا كنت عايشة مع بابا وماما، كنا عايشين لوحدنا اغلب الوقت، لان حسام اخويا كان في الجيش. لكن حسام اخويا كان عنده اعتقاد يعني ان اي ست مطلقة كده مش هتبقى ماشية كويس، وممكن تعمل الغلط عادي. وده طبعا كان بسبب التجارب اللي كانت عنده قبل كده، يعني كان من النوع اللي بيعرف ستات وبنات كتير، واللي عرفهم يعني كانوا مش كويسين. وانا بقى كنت اول ما قبل ما اتجوز كانت علاقتي بحسام اخويا ده كانت علاقة عادية قوي، يعني زي اي علاقة اخ واخت عاديين، لا فيش لا اكتر ولا اقل. لكن انا بعد ما اتطلقت ورجعت اعيش في بيت اهلي، لقيت طريقته معايا اتغيرت تماما في المعاملة، وكمان بيتصرف معايا تصرفات كده مش مظبوطة، تصرفات يعني من اللي ممكن تتاخد بحسن نية أو بسوء نية، تصرفات تمشي الاتنين كده وكده. وهو كان بيعمل كده في الأول علشان يشوف ايه رد فعلي، لكن بقى أنا كنت بعمل نفسي مش واخدة بالي. وعدت فترة وهو كان ساعتها في الجيش، وفي مرة من المرات نزل أجازة، وفي اليوم ده أنا بقى كنت قاعدة لوحدي بالليل، وكنت قاعدة بذاكر، وماما وبابا كانوا مش موجودين ساعتها في البيت، وكانوا مسافرين عند أهل بابا في الفلاحين علشان يحضروا الفرح بتاع ابن عمي. طبعا بقى في الليلة دي بعد ما حساب لقيته جوه قفل النور، والنور ساعتها قطع، ووقتها لقيته بيتصرف تصرفات مش مظبوطة خالص. انا اتضايقت قوي، ومرضتش ابدا ان انا اتجاوب معاه في اي حاجة، ورفضت خالص اللي هو بيعمله. وقتها بقى رحت داخلة الأوضة بتاعتي وسبته، ورحت قافلة الباب على اوضتي، قفلت الباب عليا من جوه بالمفتاح. وانا فعلا مش عارفة هو ازاي بيفكر كده، واستغربت وقلت هو ماله راجع كده ليه، هو شكله كان شارب حاجة ولا ايه، ولا كان ايه اللي حصل له بالظبط. انا بقى في اليوم ده فضلت طول الليل قافلة على باب الأوضة من جوه، وما فتحتش باب الأوضة على لما جه الصبح، لما سمعت صوت ماما وبابا رجعوا. وطبعا انا ما حكيتلهمش طبعا اي حاجة خالص من اللي حصل. والايام بقى بدأت تعدي، لكن بقى كل شوية حسام بقى مش يسيبني في حالي خالص، وعلى طول كان بيكرر نفس التصرفات اللي كان بيعملها. وانا بقى مش عارفة اصده، بفضل اصد وبرفض اتجاوب معاه، ومش بتكلم معاه خالص الا قدام ماما وبابا. وكمان بتكلم معاه في الحاجات الضرورية جدا، علشان يعني اهلي ما يلاحظوش ان في موقف ما بيننا ولا في حاجة. انا كنت برتاح لحسام في الاول، لكن دلوقتي انا ما برتاحلوش ولا برتاح من تصرفاته. ولما بيروح الجيش ببقى على طول شايلة هم يوم الأجازة بتاعته. أنا مش عارفة أعمل إيه معاه لحد دلوقتي. أنا لحد دلوقتي ما قلتش لأي حد على اللي هو بيعمله معايا، ومش قادرة خالص أقول لماما وبابا على اللي بيعمله، لأن بابا مريض قلب، وماما ست كبيرة في السن، وعلى طول ضغطها دايما عالي، يعني ظروفهم الصحية ما تستحملش أبدا إن أنا أحكي أو أقول حاجة زي كده، أو أقول مشكلة زي كده. أنا خايفة أوي أوي عليهم، لو عرفوا اللي بيحصل ده يا ترى ممكن يجرى ايه، ممكن يجرى لحد فيهم حاجة.
انا محرجة قوي ومش عارفة اعمل ايه، ومش عارفة احكي لمين علشان يحل معايا المشاكل اللي بتحصل دي، ومش عارفة هل ينفع اقول لاخواتي الصبيان التانيين اللي هم الكبار ولا لا. خايفة جدا من رد فعلهم، وخايفة كمان من حسام لا تحصل مشاكل كبيرة ولا حاجة بسبب اللي حسام بيعمله معاي. انا محرجة ومش عارفة اعمل ايه، وانا راسي هتنفجر من كتر التفكير. انا حكيت لكم حكايتي علشان محتاج رأيكم، ويا ريت تساعدوني وتقولولي على نصايح وحلول، ويا ريت تدعولي ان ربنا يحل المشكلة اللي انا واقعة فيها دي. ومستنية كل آرائكم وتعليقاتكم في التعليقات.